فاكر لما كلمتك قبل كده وقلت لك ان مرتضى منصور هيدخل بعد انتخابات الزمالك على النغمه بتاعت اندرتيكر؟ اهو ده اللي حصل اليومين دول. قبل ما نتكلم في اي حاجه لازم الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي ونسلم على اللي هيشفع فيا وفيك، وما ننساش ابدا الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو الغاشم اللي عندهم عاجل غير اجل وعن قريب ان شاء الله. مرتضى منصور زي ما انا كلمتك قبل كده هو مش هيحل الزمالك ومش هيسيب الزمالك في حاله. مرتضى منصور اتوجه اليومين دول للمحكمه الاداريه علشان يخلص شويه حاجات كده ويقدم شويه طعون في المجلس اللي موجود حاليا وفي الانتخابات اللي حصلت قبل كده. طب ده ممكن يعمل ايه يا عم حوده؟ هقول لك يا سيدي ممكن يعمل ايه. الانتخابات اللي حصلت في نادي الزمالك ديت هتتقدم عليها طعون من جانب مرتضى منصور، واللي ممكن يعمله مرتضى منصور بحاجه زي كده لو اتحكم الموضوع لصالحه واتقبلت الطعون دي ممكن يتحل مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل ويتحط مجلس مؤقت. هتقول لي طب ايه اللي ممكن يشعب حاجه زي كده ويكبر المواضيع دي؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا بعيدا عن القانون شويه. مجلس اداره الزمالك الحالي ولو انه لسه ما كملش شهر تقريبا او شهر ونص في المنصب بتاعه، احب اقول لك ان هم ما قدموش اي شيء جديد لنادي الزمالك، بل بالعكس هم بيزودوا الطين بله. يعني التجديد بتاع فتوح ما تجددلوش، بل بالعكس هو دلوقتي معروض للبيع عشان مشكله اللاعب عملها. اي نعم انا مؤيد جدا للقرار بتاع مجلس اداره نادي الزمالك كاسلوب تهذيبي للاعب، لكن اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي ان في قرض تم التقديم عليه من جانب مجلس اداره نادي الزمالك واللي هيوافق عليه وزير الشباب والرياضه. طب القرض ده ليه يا عم الحاج؟ اولا القرض اللي متقدم ده بمبلغ 100 مليون جنيه عشان يغطي بس التكاليف والمصاريف اللي موجوده في النادي من مرتبات وخلافه. لكن النقطه اللي انا عايز اكلمك فيها ان مجلس اداره نادي الزمالك ده قبل ما يتولى المسؤوليه في نادي الزمالك الناس دي على بعضها كده شقله واحده كانوا بيجتمعوا على طول بقالهم تقريبا شهر او شهرين قبل الانتخابات. يعني المفروض ان هم دارسين مداخل ومخارج النادي كويس وعارفين هيتصرفوا يجيبوا الفلوس دي منين وهيحلوا الازمه الفلانيه دي ازاي، بالذات المشكله بتاعه القيد. السؤال هنا دلوقتي بقى، انتوا بتجتمعوا قبل ما تتولوا المسؤوليه في نادي الزمالك، فين بقى الحل بتاع المشاكل اللي موجوده حاليا دي؟ بل بالعكس انتوا عمالين بتزودوا الموضوع اكتر. طلع لكم اليومين دول الموضوع بتاع اوساريو، بالاضافه كمان للموضوع بتاع مرتضى منصور اللي مش هيسيبكم في المحاكم. واحد دلوقتي يطلع ويقول لي ده انت باين عليك اهلاوي وفرحان في الزمالك. هقول لك لا يا سيدي، انت لو تتابع الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت هتعرف ان انا زعلان جدا على حال الزمالك وان انا متخذ وضع الحياديه شويه ما بين الاهلي والزمالك. انا اهلاوي لكن مش هتكلم وحش على الزمالك الا طبعا في حدود النقد الطبيعي والتحفيل اللي لابد منه. لكن عموما خلينا نكمل الكلام بتاعنا ونروح بعد كده على الموضوع بتاع فتوح اللي المفروض ان في كلام ان جاي له عرض من جانب نادي الاتفاق السعودي واللي بيدربه ستيفن جيرارد. علشان نكون على ميه بيضه مع بعض، الكلام ده مش موجود وكله في شنك. مفيش اي عرض اتقدم لفتوح ومفيش اي كلام على فتوح من السعوديه، بل بالعكس الوكيل بتاعه احمد يحيى حاليا بيحاول ان هو يسوق اللاعب في السعوديه. ولو ان الاقرب في الموضوع بتاع فتوح ده هو الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان فتوح يروح على بيراميدز والبديل بتاعه هو احمد الشناوي الحارس بتاع بيراميدز علشان يروح نادي الزمالك. وارد الايام اللي جايه نسمع اخبار جديده عن انتقال فتوح للدوري السعودي، لان زي ما انا قلت لك قبل كده ان فعلا الوكيل بتاعه بيدور له على عرض في السعوديه يكون كويس يشيل الست شهور اللي فاضلين من عقد فتوح دول ويفضل قاعد هناك في السعوديه. ممكن يكمل فعلا بعد الست شهور بعد ما ينتهي العقد بتاعه طبعا مع نادي الزمالك. فهنشوف الايام اللي جايه مخبيه ايه. لكن تعال نروح بقى على النادي الاهلي وموضوع عمر كمال عبد الواحد اللي نادي فيوتشر عايز من الاهلي مبلغ 10 مليون جنيه بالاضافه لاثنين يطلعوا اعاره من النادي الاهلي وهم كريم نيدفيد وصلاح محسن. طبعا الكلام دوت طبعا فنكوش وبلح. النادي الاهلي عمره ما هيوافق على حاجه زي كده. احنا هناخد منك لعيب عنده 29 او 30 سنه دلوقتي، هتدوني ب 10 مليون وهتاخد اثنين من اهم اللعيبه اللي موجودين في الفرقه كاعاره؟ انا معاك ان صلاح محسن مستواه متراجع الفتره الاخيره، لكن مستواه المتراجع ده بسبب نفسيه اللاعب ان هو بيحس بضغوط اثناء اللعب. اللاعب ده لو اتحرر من المعد النفسي اللي موجود في الفرقه قدر ان هو يسيطر على المشاكل اللي عنده، فالمعد النفسي ده المفروض يعني ان هو كفاءه يخلي اللعيب دوت في حته ثانيه، لان احنا كلنا شفنا نسخه صلاح محسن في سيراميكا كانت عامله ازاي. لكن هي المشكله دلوقتي ان المعد النفسي اللي موجود في النادي الاهلي نايم مننا مش حاسين بيه باي حاجه. وزي ما قلت لك قبل كده ان صلاح محسن اتجمد من جانب مارسيل كولر وخلاص هو كولر قفل من اللاعب. لكن كون ان هو يطلع في صفقه تبادليه بعمر كمال عبد الواحد، الموضوع ده انا شايفه صعب جدا على اداره النادي الاهلي ان هي توافق عليه. لكن برضو خلينا الايام اللي جايه نشوف، لان الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي هو الكلام الحالي اللي موجود في النادي الاهلي، ان الموضوع اللي اتقدم من جانب نادي فيوتشر الموضوع ده مرفوض تماما من جانب النادي الاهلي. لكن اللي عايز اقوله لك جديد ان عمر كمال عبد الواحد
الواحد ووالده كمال عبد الواحد قعدوا مع مسؤولين النادي الاهلي وبالذات امير توفيق وخلصوا معاه الكلام كله، لكن لسه الكلام ما تمش من جانب اللاعب ووالده اللي يعتبر برضه وكيله، ما تمش الكلام مع نادي فيوتشر علشان يخلصوا كل الكلام. لكن الحاجه الاكثر اهميه بقى النهارده اللي حابب ان انا اكلمك عليها وهي اجتماع فني حصل ما بين محمود الخطيب ومارسيل كولر لمناقشه كل اللي حصل من اول الموسم ولحد النهارده. اولهم طبعا اسباب خساره البطولات اللي فاتت ما بين بطوله دوري السوبر الافريقي وبطوله السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري، وتانيهم هو الانفلات في اوضه اللبس، وتالتهم هو تراجع مستوى بعض اللاعبين اللي موجود في الفرقه، وحط تراجع مستوى اللاعبين دي تحتيها 100 خط. ورابع ملف اتكلموا فيه وهو ملف الصفقات. يا ترى كولر عايز ايه في يناير عشان اللعيبه اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي في بعض المراكز محتاجه لتدعيم كبير جدا المفروض ان هو هيحصل في يناير. الراجل اتكلم في اسباب خساره البطولتين اللي فاتوا دول اللي هي بطوله السوبر الافريقي وبطوله دوري السوبر الافريقي بسبب طبعا المسافه والسفر وقرب المواعيد بتاعه الماتشات. احب اقول لك يا عم كولر ان منتخب مصر لعب ماتشين ورا بعض يوم 16 ويوم 19 وكسب الماتشين عادي جدا، بل كمان الماتش بتاع سيراليون كان صعب جدا لارتفاع مستوى الملعب اللي كان بيتلعب عليه ملعب الماتش عن سطح البحر بكام متر كده لفوق. يعني الموضوع كان صعب جدا، كل لاعب كان المفروض ان هو ينزل بانبوبه اكسجين على ظهره علشان يعرف يتنفس ويلعب باقي الماتش. وحاجه كمان حابب اضيفها ان زي ما كان في عليك انت مشاكل بسبب السفر والمواعيد كان على باقي الفرق اللي شاركت في بطوله دوري السوبر الافريقي وانتهت بفوز نادي سان داونز بالبطوله رغم ان هو ابعد مسافه في الفرق اللي كانت مشاركه. اما بالنسبه للانفلات اللي موجود في اوضه اللبس حاليا احب اقول بس كلمتين. السبب في الموضوع ده هو مجلس الاداره اللي مشى سيد عبد الحفيظ وجاب معلش لا مؤاخذه يعني في الكلمه خالد بيبو اللي ضعيف الشخصيه الى حد ما. زي ما احنا قلنا قبل كده خالد بيبو اول ما مسك فعلا احنا اتكلمنا وقلنا ان خالد بيبو فعلا ضعيف الشخصيه بشكل كبير جدا عن سيد عبد الحفيظ، وان تواجد سيد عبد الحفيظ جوه النادي الاهلي بيفرض سيطره كبيره على اللعيبه وبيفرض استقرار كبير جوه اوضه اللبس وبيفرض خوف من اللعيبه من ان هم يعملوا اي مشاكل، وان فعلا سيد عبد الحفيظ كان سبب كبير جدا من ضمن الاسباب الكتير اللي كانت موجوده في تتويج النادي الاهلي ببطولات خلال الكام موسم اللي فاتوا. اما بالنسبه بقى لملف الصفقات فهو الراجل مقتنع قناعه تامه جدا بموديست. هتقول لي ازاي؟ ده مفيش واحد في مصر موحد بالله بيشجع النادي الاهلي الا وسب ولعن في موديست ده، لكن هو الراجل متمسك بيه. الراجل اتكلم على باقي الصفقات وقال لك انا عايز مساك وعايز باك ليفت، وحط برضه تحت باك ليفت دي 100 خط، لان مركز الباك ليفت اللي موجود في النادي الاهلي حاليا بيشغله طبعا علي معلول اللي قارب على الاعتزال، ومن وراه كريم الدبيس اللي انا ما اعتقدش ان هو ممكن يجيب المستوى بتاع علي معلول. لكن حاليا اللي عايز اقول لك عليه اللي كان عليه العين والنني هو محمد حمدي الظهير الايسر اللي موجود في نادي بيراميدز، اللي للاسف بيراميدز قدر ان هو يجدد اللاعب بمبلغ 700,000 دولار في الموسم. فحاليا اصبحت الصفقه دي بعيده جدا عن النادي الاهلي، واللي انا كنت متوقعه ان اللاعب دوت يجي لنا فري اخر الموسم ده، واعتقد بشكل كبير قوي ان فتوح هيتفتح عليه العين من جديد الفتره اللي جايه، وممكن بشكل كبير يجي للنادي الاهلي بعد طبعا ضياع الصفقه بتاعت محمد حمدي. لكن خلينا نكمل في باقي الصفقات اللي عايزها كولر. الراجل كمان اتكلم ان هو عايز مهاجم، فطبعا المطروح من الاداره هو التخلص من موديست حاليا، والمهاجم الجديد اللي يجي النادي الاهلي مش وليد ازارو، لا وليد ازارو اصبح بعيد عن الصوره حاليا، لكن المهاجم اللي عليه العين والنني هو محمد كوناتيا مهاجم نادي جروزني الروسي ومهاجم منتخب بوركينا فاسو. عشان بس تعرف احصاءات اللاعب السنه دي، اللاعب ده لعب 20 مباراه سجل خلالهم 7 اهداف، لكن طوله مميز جدا وهو 191 سم وسن مناسب جدا تقريبا 25 او 24 سنه، فاعتقد ده لاعب مميز ومناسب جدا للتشكيله بتاعت النادي الاهلي. احنا فعلا عايزين واحد هيدر يكون طويل يقدر ان هو يلعب بدماغه، وعايزين برضو لاعب يكون سريع شويه اسرع من موديست اللي مش عارف يجري ده، بالاضافه ان هو اهم حاجه يكون قادر انه يخلص الكور من انصاف الفرص. ولحد هنا خلصنا الكلام بتاعنا، ولو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو ما تنساش تدوس زرار السبسكرايب الموجود اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا يا سيدي واحده لايك كده، انت مش هتخسر حاجه يعني عشان الفيديو بس يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم، اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.